إيه اللي يحصل لجسمك لو عشت 60 يوم في كهف تحت الأرض؟ مفيش شمس ومفيش ساعة. تخيل إنك بعد الشر يا صديقي مدفون حي، مش في قبر لكن في مكان أسوأ، كهف جليدي على عمق 130 متر تحت جبال الألب، في رطوبة بتوصل ل 98%، يعني جسمك تقريبا مبلول طول الوقت. الأهم من كل ده مفيش شمس، مفيش قمر، مفيش ليل ولا نهار. أنت ميشيل سايفر، عالم الجيولوجيا الفرنسي اللي قرر في سنة 1962 يعمل أغرب تجربة ممكن إنسان يعملها في نفسه، إنه يعزل نفسه عن الزمن. ميشيل دخل الكهف وساب ساعته بره، وخد معاه أكل، مية، كتب ولمبة صغيرة وتليفون بيوصله بفريق المراقبة اللي فوق السطح. الاتفاق كان بسيط جدا: أنا هصحى لما جسمي يقول لي اصحى، وهاكل لما أجوع، وهنام لما أتعب، وكل ما أعمل حاجة من دول هرفع سماعة التليفون وأبلغكم بيها، بس انتوا ممنوع تردوا عليا، وبالذات ممنوع تقولوا لي الساعة كام. الأيام الأولى كانت صعبة على ميشيل، بس اللي حصل بعدها كان مرعب. ميشيل كان بيسجل إحساسه بالوقت مع فريق المراقبة ويقول لهم أنا حاسس إن عدى دقيقتين. فريق المراقبة يبص في الساعة يلاقي عدى 5 دقايق. مخ ميشيل بدأ يمط إحساسه بالوقت، الثانية بقت بتاخد وقت أطول في دماغه. كمان لاحظوا إن جسمه بدأ يخترع روتين يوم خاص بيه. ميشيل كان بيفضل صاحي ويمارس حياته لمدة 36 ساعة متواصلة، وينام 12 ساعة، وهو مقتنع تماما إن هو عايش يوم طبيعي. ميشيل كان متفق مع الفريق بتاعه إن هو هيقعد تحت 60 يوم بس، وبعد ال 60 يوم ما خلصوا كلموه فعلا وقالوا له خلاص التجربة خلصت تقدر تطلع. قال لهم اطلع ازاي؟ لسه فاضل 25 يوم في التجربة. فريق ميشيل كان التاريخ اللي معاه في اليوم ده 14 سبتمبر، بس بالنسبة لميشيل احنا لسه في نص اغسطس. ميشيل سايفر عاش 60 يوم كاملين على انهم 35 يوم بس، في 25 يوم تانيين عقله عاشهم من غير ما يحس. أعزائي المشاهدين والمستمعين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من وقت الحدوتة. جسمك ما يعرفش يعني إيه ساعة، وما يعرفش يعني إيه يوم 2 أو 3. دي كلها خطوط وهمية إحنا رسمناها عشان نحبس بيها الوحش اللي اسمه الوقت. إحنا مش بس رسمنا الخطوط دي، إحنا حاربنا علشانها ومسحنا أيام من التاريخ عشان تظبط معانا، وفي ناس عاشت وماتت وهي بتعافر عشان تغير مكان الخطوط دي. عشان نفهم الخطوط دي جت منين هنحتاج نرجع بالزمن آلاف السنين ورا. الإنسان القديم كانت حياته بسيطة ومرتبطة بحاجتين: الجوع والخوف. عشان ياكل لازم يزرع، وعشان يزرع لازم يعرف امتى هيرمي البذرة في الارض. لو رماها بدري هتموت من البرد، ولو رماها متأخر هتموت من الحر. فبدأ يبص لفوق، لقى القمر. القمر كان النتيجة المثالية لأي حد مبتدئ. بيبدأ بهلال رفيع، يكبر يبقى بدر منور، ويصغر تاني وبعدين يختفي. دورة واضحة وسهلة وأي حد يقدر يعدها، 29 يوم ونص بالظبط. فالإنسان وقتها قالك بس هي دي دورة واضحة، وتقريبا كده لما بتتكرر كل 12 مرة بيحصل نفس الأحداث. فأنا خلاص همشي إن دي الشهر، والسنة بتاعتي هتبقى 12 لفة من لفات القمر ده. وهنا الطبيعة قررت تدي للإنسان أول قلم على وشه. السنة القمرية بتطلع 354 يوم، لكن السنة الشمسية اللي هي اللفة اللي الأرض بتلفها حوالين الشمس واللي بتتحكم فعلا في الصيف والشتاء والزرع والحصاد، بتحصل في 365 يوم وربع. يعني في فرق 11 يوم كل سنة بين نتيجة القمر وواقع الشمس. تخيل إنك مزارع بتعتمد على النتيجة القمرية. السنة دي شهر الحصاد جه في الصيف، تمام زي الفل. بعد 16 سنة شهر الحصاد اللي كان المفروض يجي في عز الحر بقى بيجيلك في عز التلج. المجتمع انهار والمواعيد باظت. كان لازم حد يتدخل ويفك الاشتباك ده، وهنا يظهر المصري القديم، مش بس كباني أهرامات لكن كأول مروض للوقت ووضع تقويم في التاريخ. المصريين لاحظوا حاجة غريبة جدا في نجمة معينة اسمها سيريوس أو الشعرة اليمنية. النجمة دي بتظهر في مكان محدد في السماء في نفس اللحظة اللي نهر النيل بيبدأ فيها يفيض، والحدث ده بيتكرر كل 365 يوم بالظبط. المصريين قالوا للقمر حلو قوي عليك كده تبقى في الشعر والروايات ونخلي الشمس للتقويم، وقرروا يعملوا أول تقويم شمسي صارم في التاريخ. قسموا السنة ل 12 شهر، كل شهر 30 يوم، المجموع 360 يوم. طب والخمس أيام الباقيين عشان نوصل ل 365؟ قالك الخمس أيام دول هنسميهم أيام النسيء. دي أيام بره الزمن نرقص وننبسط فيهم، وبعد ما تخلص نبدأ سنة جديدة. وبكده المصري القديم عمل أول تقويم وأول احتفال برأس السنة. بس مش كل الحضارات بذكاء المصريين ولا نزاهتهم. الرومان مثلا التقويم بتاعهم كان ملعوب فيه لأغراض سياسية. الكهنة كانوا بيزودوا أيام ويشيلوا أيام عشان يطولوا مدة حكم مسؤولين معينين أو يقصروها، لدرجة إن سنة 46 قبل الميلاد اتسمت سنة الارتباك،
Year of Confusion. فيوليوس قيصر الامبراطور الروماني وقتها زهق من العبث ده وجاب فلكي من اسكندريه اسمه سوسوجينيوس وقال له ظبط لي التوقيت زي ما ظبطوه عندكم في مصر. سوسوجينيوس عمل التقويم اليولياني، السنه 365 يوم وربع. قول 365 يوم والربع ده احنا هنجمعه كل 4 سنين عشان نعمل بيه سنة كبيسة. الدنيا مشيت زي الفل لمئات السنين، البشرية ارتاحت والكنيسة ارتاحت والمزارعين ارتاحوا. بس ماريو مرتاحش. ماريو مين؟ ماريو ده كان عامل في فرن في إيطاليا، خلص شغله وروح بيته يوم الخميس 4 أكتوبر 1582. نام، صحي، لقى التاريخ بقى الجمعة 15 أكتوبر 1582. يا عم انا نايم امبارح كان 4 اكتوبر، المفروض اصحى الاقينا بقينا 5 اكتوبر. 15 دي جت منين؟ ويا ترى بقى هدفع الايجار تاني؟ عاوزك دلوقتي يا صديقي تفتح التقويم في موبايلك وتحاول توصل ليوم 5 اكتوبر 1582. مش هتلاقيه موجود. ال10 ايام اللي من 5 اكتوبر ل 15 اكتوبر احنا حرفيا قررنا نمسحهم من التاريخ. الموضوع ببساطه كان عشان احنا اكتشفنا ان في خيانه صغيره مستخبيه في الارقام. السنه الشمسيه مش 365 يوم وربع بالظبط، هي أقل من الربع ده ب 11 دقيقة و14 ثانية. تخيل 11 دقيقة بس ولا حاجة صح؟ بس ال 11 دقيقة دول سنة ورا سنة وقرن ورا قرن فضلوا يتراكموا زي الديون لحد ما وصلنا لسنة 1582. بابا الفاتيكان الثالث عشر صحى لقى كارثة، الاعتدال الربيعي اليوم اللي بيحددوا عليه عيد القيامة مرحل عن ميعاده 10 أيام كاملين. النتيجة بتقول إن إحنا في الربيع بس الشباك بيقول إن إحنا لسه في الشتاء. البابا جاب العلماء وقال لهم إحنا هنحل الموضوع ده إزاي؟ قالوا له مفيش غير حل وحيد، إن إحنا نعمل عملية جراحية للزمن، لازم نقطع ال10 أيام دول. وبقرار من الكنيسة الناس نامت يوم الخميس 4 أكتوبر 1582. صحيت تاني يوم لقوا نفسهم في الجمعة 15 أكتوبر 1582. تخيل 10 أيام اختفوا من الوجود، مفيش مواليد اتولدوا فيهم، مفيش ناس ماتت فيهم، مجرد نطة في الزمن. تقف الحكاية على النطة دي؟ لا، العالم الكاثوليكي سمع الكلام ده، لكن العالم البروتستانتي زي بريطانيا قال لك لا، ده تلاعب من الكنيسة واحنا مش هنمشي وراكم. وفضلت بريطانيا معاندة لمدة 170 سنة، لدرجة انك لو كنت بتسافر من باريس للندن كنت بتركب المركب وتوصل لندن في تاريخ قبل اللي انت ركبت فيه، واستمر الوضع كده لحد سنة 1752. بريطانيا استسلمت للأمر الواقع وقررت هي كمان تقطع الأيام دي من نتيجتها، كانوا بقوا ساعتها 11 يوم. وهنا حصلت واحدة من أغرب الحوادث في التاريخ الاجتماعي. في حكايات بتقول إن الناس نزلت الشوارع في مظاهرات بتصرخ بجملة واحدة: Give us our 11 days back، رجعوا لنا ال 11 يوم بتوعنا. الناس البسطاء حسوا إن الحكومة سرقت منهم 11 يوم، حسوا إنهم قربوا للموت 11 يوم بدري. أصحاب البيوت طلبوا الإيجار بتاعهم شهر كامل رغم إن الشهر ناقص 11 يوم، والعمال رفضوا يقبضوا قبضهم ناقص. كانت حالة من الهلع الجماعي بتثبت إن الإنسان مهما كان فاهم بيرفض إن حد يلعب في عداد عمر. بس لو فاكر اللي حصل في بريطانيا ده جنان، تعال أحكي لك اللي حصل في السويد، البلد اللي قررت تتفلسف فلبست في الحيطة. السويد قالت إحنا مش هنقطع ال 11 يوم مرة واحدة زي بريطانيا وتعملوا لنا مظاهرات، إحنا أذكى من كده، إحنا هنلغي السنة الكبيسة لمدة 40 سنة، يعني كل 4 سنين ما نزودش اليوم الزيادة بتاع شهر فبراير. وبكده بالتدريج واحدة واحدة نلحق التقويم العالمي من غير ما حد ما يحس بحاجة. خطة جهنمية نظريا، عمليا قامت حرب الشمال العظمى والملك انشغل، والعلماء ناسوا يلغوا السنوات الكبيسة في النص. فجأة السويد لقت نفسها في اللازمان، لا هم محصلين التقويم اليولياني القديم ولا هم مع التقويم الجديد اللي احنا بنستخدمه لحد النهارده. بقوا بلد لوحدهم في كوكب الارض ليهم توقيت خاص بيهم. الملك كارل الثاني عشر سنة 1712 قال لك بس كفاية عك، ارجعوا للنظام القديم فورا. وعشان يرجعوا للنظام القديم كانوا محتاجين يزودوا يوم زيادة السنة دي عشان يعوضوا اللخبطة اللي حصلت. والسنة دي أصلا كانت سنة كبيسة فيها 29 فبراير، فالعلماء سمعوا كلامه وزودوا يوم كمان على شهر فبراير. وعاشت السويد والوحيدة في تاريخ البشرية يوم 30 فبراير 1712. تخيل ان انت مولود في اليوم ده، تاريخ ميلادك مش بيجي غير مرة واحدة في تاريخ الكون كله. طيب هل ينتهي الجنان هنا؟ لا برضه. عمرك سألت نفسك منين جه الأسبوع؟ السنة والشهور وفهمناهم. قصة إن الأسبوع 7 أيام دي لا مؤاخذة جت منين؟ الأسبوع يا صديقي هو اليتيم الفلكي، مفيش أي حاجة في السماء بتلف كل 7 أيام. الرقم 7 ده جالنا من البابليين عشان كانوا بيقدسوا الكواكب السبعة اللي يعرفوه، الشمس والقمر وعطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل، وسموا الأيام على أساميهم. ولحد النهاردة هتلاقي مثلا ساترداي اللي هو ساترن داي اللي هو يوم زحل، سانداي يوم الشمس،
وماندي يومك يا صديقي، وهكذا في بقية الأيام. بس هل إحنا مجبرين على هذه الأيام؟ ستالين الزعيم السوفيتي كان شايف إن هو مش مجبر عليه، لأن سنة 1929 الاتحاد السوفيتي قرر يعمل تجربة اجتماعية مرعبة اسمها الأسبوع المستمر. الفكرة كانت ليه نوقف المصنع يوم الأحد؟ دي خسارة للإنتاج. ستالين قرر يلغي الأسبوع 7 أيام ويخليه 5 أيام بس، 4 أيام شغل ويوم واحد أجازة. حلو؟ لا مش حلو. ستالين قال إحنا مش هندي الناس كلها أجازة في نفس اليوم، هنعملها روتيشنال. قسموا الشعب ل5 مجموعات بالألوان، وحسب مجموعتك يبقى يوم أجازتك. لو انت معاك الكارت الاصفر يبقى انت مجموعتك اللي اجازتها الخميس مثلا، يعني مجموعه سهله. بس لو مراتك معاها الكارت الاحمر يبقى اجازتها يوم الاثنين، تتقابلوا في النهائي بقى ان شاء الله. الصحاب ما بقوش يعرفوا يتقابلوا، الاباء ما بقوش بيشوفوا اولادهم في الاجازه، الاب يروح يصحي ابنه يوم الجمعه يصلح السخان يلاقي الولد في الشغل. لكن كمان المكن بقى شغال 24 ساعه، الانتاج زاد نظريا، بس المكن بدأ يبوظ لأن مفيش وقت أصلا للصيانة، والبشر بدأوا يكتئبوا لأن هم تحولوا لتروس في مكنة ملهاش روح. التجربة دي فشلت فشل ذريع، ورجع السوفييت للأسبوع 7 أيام في سنة 1940، لأنهم اكتشفوا إن الإنسان محتاج إيقاع اجتماعي مشترك أكتر ما هو محتاج إنتاج زيادة. ومش بس السوفييت اللي جربوا أسابيع مختلفة، الفرنسيين كمان أيام الثورة الفرنسية حاولوا يخلوا الأسبوع 10 أيام، وده بس عشان يقللوا نفوذ الكنيسة ويلغوا يوم الأحد. والنتيجة الناس كانت بتشتغل 9 أيام وتاخد يوم واحد بس راحه. العمال كانوا بيموتوا من التعب، والخيول في الشوارع كانت بتقع من الارهاق. نابليون لما جه لغى العبث ده كله ورجع برضه للاسبوع 7 ايام، مش عشان هو متدين بس عشان الناس تعرف تعيش. بعد كل هذا الجنان احنا النهارده وصلنا لقمه الدقه، او هكذا بنعتقد. عندنا الساعة الذرية، ساعة بتعتمد على ذبذبات ذرة السيزيوم، دقتها بتوصل لان هي تغلط ثانية واحدة بس كل 100 مليون سنة. حاجة مبهرة صح؟ بس للأسف حتى الدقة دي مش دقيقة كفاية. دوران الأرض بيبطأ بمرور الزمن بسبب جاذبية القمر وحركة المد والجذب، وعلى الناحية التانية الزلازل القوية بتسرع دورانها شوية. فالعلماء لقوا نفسهم في ورطة تانية، الساعة الذرية ماشية مسطرة والأرض عمالة تغير حركتها ولو ثواني صغيرة، فابتكروا حاجة اسمها الثانية الكبيسة ليب سكند. كل كام سنة العلماء بيوقفوا ساعة العالم كله ثانية واحدة بس عشان يستنوا الأرض تلحق الساعة، بس ثانية واحدة بجد. آخر مرة حصلت كانت في 2016، الساعة كانت 11:59 دقيقة و59 ثانية، وبعدها بقت 11:59 دقيقة و60 ثانية. الثانية الواحدة دي كانت كفيلة ان هي توقع سيرفرات عالمية وتعمل مشاكل في أنظمة الطيران والبورصة. تخيل احنا بنينا نظام دقيق جدا لدرجة ان ما بقاش مستحمل غلطة في ثانية. في سنة 1989 قررت واحدة إيطالية اسمها ستيفاني فوليني تجربة ميشيل سايفر اللي أنا قلت لك عليه في أول الحلقة، ودخلت في كهف لوحدها لمدة 130 يوم. لما خرجت سألوها إيه أكتر حاجة افتقدتيها؟ قالت لهم افتقدت الألوان. الزمن في الكهف كان رمادي، ما فيهوش شروق، ما فيش غروب، ما فيش تغيير. التقويم اللي احنا حكينا حكايته ده بكل كوارثه وتعديلاته من أيام المصريين لحد الساعة الذرية هو مش حقيقة، هو مجرد أداة احنا اخترعناها علشان نعرف نتقابل في ميعاد ونسافر في ميعاد وننزل الحلقات بتاعتنا في ميعاد. لكن الزمن الحقيقي، الزمن البيولوجي اللي ميشيل سايفر حسه في الكهف، والزمن النفسي اللي انت بتعيشه لما تبقى مبسوط فالساعة تعدي هوا، او تكون حزين فالدقيقة تمر كأنها سنة، ده الزمن اللي بجد. السوفييت حاولوا يسرقوا الراحة من الزمن ففشلوا، والسويد حاولوا يسرقوا الكسور من الزمن فلبسوا في 30 فبراير. فعيش اللحظة مش الرقم، لأن في الآخر اليوم اللي بيعدي مش بيرجع مهما كانت سمى ايه. اعمل سبسكرايب عشان تشوف الحلقة الجاية في ميعادها، وشير الحلقة دي مع صاحبك اللي دايما مواعيده مش بايظة وقول له ما جاتش عليه. واشوفك الحلقة الجاية عشان انا بحبك وخايف على مصلحتك.